السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ولأول مرة على اليوتيوب رح طلعك من دائرة الكنافة والبسبوسة والجاتويات، ورح ندخل سوا لعالم جوز الهند، المكون العظيم اللي وين ما بتحطيه بأي وصفة بتدخلي بالحلويات بيبهرك وبيصدمك من الطعم والجمال، وهيدا كله بكفي. وإذا حكينا عن فوائده وقيمته الغذائية رح تكون الكفة التانية أعظم بكتير. وجبة مشبعة جدا، بيكفي إنك تاكلي قطعة واحدة لحتى تكتفي من كمية الحلو اللي حتاخديها بعد الإفطار. وبما إنه رمضان خلاص على الابواب والحلويات حتتنافس مع بعض البعض، خلي عندك هالوصفة يلي هي لنا بسكوت ولا كيك ولا هريسة، بس والله العظيم أطيب منهم كلهم، جامعة بين الحلاوة والطيبة والقرمشة والقيمة الغذائية العالية. والأحلى من كل هيدا الكلام إنه بيكفي يكون عندك كمية من برش جوز الهند وأي نوع من المربى أو أي بدائل تانية حقولك عنها بالفيديو لتعملي هاي الوصفة وتبهري أهلك وولادك وزوجك. يلا نعملها سوا، طريقة سهلة وبسيطة. بس يا ريت قبل ما نبدأ إذا كنتي أول مرة عم تشوفيني تنزلي لتحت وتدعميني باللايك والسبسكرايب. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. منحضر جاطة كبيرة ومننزل فيها بكمية 4 كاسات ونص من برش جوز الهند، وأنا عيرت بالكوباية المعيارية. ولو ما عندك هاي الكوباية فيك تستخدمي أي كوب تاني، بشرط إنك تعيري فيه بقية المقادير. يعني استخدمتي كوباية معينة بتضلي ماشي فيها لآخر الوصفة كلياتها. وبنزل فوقهم مباشرة ب3/4 الكوب من الطحين، 3/4 الكوب المياري. وعلى الطحين فورا بحط ظرف بيكنج بودر، وبكونوا بهيك انتهيت من المكونات الجافة. بقلبهم كلياتهم تقليبة محترمة ليوصلوا معي لقوام واحد، وبس تحسوهم خلص اتجانسوا بنزل رشة ملح صغيرة براس المعلقة وبكفي تخليط. وبهيك بكون خلصت المرحلة الأولى، ووصفتي سهلة كتير كلها بعض 3 مراحل بالعدد. يعني حتى لو كنتي مبتدئة بالطبخ حتتقنيها إن شاء الله وتطلعيها على العال. وبنبدأ بالمرحلة الثانية. راح أحضر بريق الخفق، ومعلش أنا الخلاط اللي عندي بالتصليح فبضطر هاي الفترة إني استخدم البريق العادي. البريق العادي مع الهند البلندر بيعطيني نفس نتيجة الخلاط، ولو ما عندك فيك تخفقي كمان بالخفاقة العادية. احتاج مبدئيا لبياض بيضتين بالعدد، وبس اجي اعجن بشوف اذا محتاج البيضة الثالثة بحط بياض البيضة الثالثة، وبنزل فوقهم بالسكر. والسكر كباية كاملة، ومثل ما قلت لك استخدم الكباية المعيارية او نفس الكباية لكل الوصفة. وبنزل فوقها بالخل، الخل رح يروح لي زفارة البيض قدر الامكان. وبحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وببلش اني اخفق، وبضل عم بخفق لحد ما احس انه كل حبة من حبات السكر امتزجت تماما مع البيض. ساعتها بنزل اخر مكون عندي واللي هو السمنة. بس قبل ما انزل السمنة في عندي مكون اختياري، انت حرة اذا حبيت تحطي حطي، واذا عندك موجود كمان حطي، بيعطي قوام كتير حلو لهيدي الوصفة، اللي هو معلقتين كبار من الحليب، حليب البودرة. اذا موجود حطي، بيكون خيار كتير حلو. انا موجود عندي فحطيت، ورجعت خفقت كتير منيح لأحسن للقوام اللي قلت لكم عنه، وتأكد إنه كله امتزج مع بعضه البعض. آخر شي صار فيني نزل السمنة. ومعلومة مهمة، الحليب مش بس بيعطي طعم طيب لهيدي الوصفة، الحليب كمان بيخلي الوصفة هشة وطرية من الداخل. ومتى ما أكلتيها وأي وقت اللي طولت عندك بتضلي حاسة بنفس الطراوة الأولانية. وأنا خلصت المكونات السائلة صارت جاهزة. هيدا هو القوام اللي بدي إياه بالضبط، رح ورجيكي بالمعلقة. بس حصلتي على هيك قوام يعني أنت ماشي بالطريق الصح، والوصفة بإذن الله ناجحة 100%. وهلأ حنبدأ بالخطوة ما قبل الأخيرة، طريقة العجن. ببتدي بقى أنزل السائل اللي عندي، نص الكمية السائلة، على المواد الجافة. وهيدا مش كرمال ما تمتص المواد، لا، لأنه أصلا جوز الهند قليل الامتصاص، ولكن بس لأني سهل علي عملية العجن. وعلى فكرة رح تنعجن بسهولة، ما بتاخد كتير وقت، حتخلصيها بسرعة. أنا من وجهة نظري كل الوصفة على بعضها توب 100%. بس رح تنزعج شوية من الدبق، هلأ إيدك رح تدبق كتير، بس هيدا الدبق اللذيذ اللي كلنا بنحبه، فعادي ضحي ما بيأثر، يدبقوا إيديكي مش مشكلة. هذا كله من عمايل جوز الهند اللذيذ. وبرجع بذكرك انه نحن استخدمنا بياض بيضتين تنتين بهي المرحله. لو لقيتيها انها ما عم تتماسك معك ومش قادره تشكليها وحسيتيها لساتها ناشفه، فما عليكي الا انك تزيدي بياض بيضه واحده. انا بصراحه كانت بحاجه معي اني تزيد بياض بيضه وزدتها، ولكن الكاميرا ما صورتها، كانت الكاميرا مطفيه وانا عم حط بياض البيضه الثالثه. فاذا هو بالمبدا بيضتين بياض بيضتين، لقيتيهم قلال بتزيد البيضة الثالثة بهاي المرحلة. انت بتقدريها لما بتكوني عم تعجني. ومنبلش بعملية الحشو والتشكيل. هلا بالنسبة لجوز الهند، الحلو بجوز الهند انه طيب مع اغلب النكهات والطعمات، واي اضافة له بتنقله لمكان تاني، او العفو لا لا، هو يلي بينقل الطعمات لمكان تاني. انا فعلا يا جماعة بحب كتير جوز الهند، ومن اذا كل يوم بصير لي اعمل وصفة جوز الهند ما بقول لا.
ولو بتتذكروا مربى القرع اللي تكلمت عنه ببداية القناة اللي عملنا سوا مرطبانات، أنا استخدمت منه أخذت حوالي صحن كبير، وكان عندي مربى غير أنواع بس أنا للأمانة بحب هيدا المربى كتير، أكتر واحد تقريبا ما بلاقي أطيب منه. أخذت حوالي ملات الصحن وقطعته تقطيع ناعم بالسكينة عادي، وحطيت كمان فوقه معلقة من برش جوز الهند وحركتها كتير كتير منيح، وصارت جاهزة إني بلش وأحشي فيها. ويا جماعة إذا ما بدك تحشي بمربى أو ما بتحب المربى أو حتى ما متواجد عندك المربى وفي شيء تاني، فيك تحشي بأي نوع شوكولا. فيك تحطي شوكولا صلب، فيك تحطي شوكولا دايب، اللي بدك إياه. فيك تحشيها قشطة، وفيك كمان تعملي حشوة مكسرات اللي أنت بتحبي. وكمان بلفت نظر إذا عندك شوية فواكه مجففة وحابة تحشيها بالفواكه فكمان بيكون شيء كتير حلو وغريب. حنبلش سوا نشكل العجينة. سهلة جدا، حاخد كمية من العجين وأعملها زي كرة، وبعدين بسطحها بإيدي وبرققها كتير منيح، وبحط عليها الحشوة بالكمية اللي أنت بتحبيها، بس بشرط تكون متناسبة مع مقدار العجينة. يعني أنت بالنظر فيك تقدري وبتلفيها عادي بكل بساطة زي ما بتلفي ورق العنب، مثلا زي ما بتلفي أي شيء بحبة تلفيه. بتسكريها على بعضها وبتسويها من الجوانب عادي، وبتحاولي عشان يطلع شكلها جميل انك تخلي شوية من المربى زاهر من الاطراف، الطرف الاول والطرف الثاني، وبتعطي هيك ايحاء للي عم ياكلها بمكونات الحشوة وانه هيدي الاكلة شو ممكن تكون محشية. وأنا خلصت الكمية وحبيت أعمل كذا حجم بالشكل هيدا بين كبير وصغير، وخلصناها كلياتها. بحطها بصينية، صينية الفرن، بكون مدهنتها بالزيت، الزيت العادي زيت النباتي مع رشة طحين. وللأمانة كان عندي شوية فستق حلبي، حبيت أشوف كيف ممكن يطلع شكلها بالتزيين، بس ما عجبني. كفيت كم وحدة وتركت، ما كفيت الصينية لأني حسيت إنه هي مش محتاجة أصلا للزينة، خاصة إني رح رش عليها سكر بودرة. دخلها على فرن درجة حرارته 180 كالمعتاد، بس مهم جدا 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 3 مرات جدا انك تنتبهي لها لا تنحرق. سبق ولفتت نظر قبل هيك انه برج جوز الهند حساس جدا للحرارة لما كنا عم نعمل كيكة جوز الهند، ولما تستوي من تحت بننتبه لها فورا، بنطفي من تحت وبنشغل الشواية من فوق وبتحمري لها وجهها، وكتير انتبهي ما تنحرق معك. وللأمانة والصراحة أنا نسيت عنها ثواني معدودة، فتحمرت لدرجة اللي أكتر من اللي بدي إياها، بس بنفس الوقت عطتها طعمة لذيذة. ما كنت متخيلة إنه هيدي اللدعة اللي من فوق ممكن تعطيها طعم طيب هالقد لبرش جوز الهند. وهي الطعمة اللذيذة رح تلاحظي عليها من أول لقمة رح تدوقيها. أنا خلصت ضفت عليها بالأخير للتزيين رشة سكر بودرة. إذا منك حابة تحطي سكر بودرة ما في أي مشكلة، حطي اللي بدك إياه، ولكن انتبهي إنك تحطي سكر البودرة وهي سخنة، بتلزق أكتر عليها وما بيهر بعدين كتير السكر، يعني رح يلزق منه قدر المستطاع. وإحنا خلصنا. ألف صحة وهنا، وصفة حلوة كتير ورهيبة، بتضاهي الكنافة والبسبوسة والكيك، رح تفرح أهل بيتك وتشرفك قدام ضيوفك، وتباني كده إنك عملتي شيء جديد ومختلف وطلعتي من الروتين. يا ريت تجربيها، وبتمنى منك إذا عجبتك ما تنسيني من الدعم وتشتركي بقناتي وتحطي لي لايك حلو وتعليق. واللي بجربها أمانة عليكم تكتبوا لي بالتعليقات كيف كانت ردة فعلكم. وبدي ألفت نظر قبل ما أخلص إني حطيت لك بصندوق الوصف رابط فيديو السمنة ورابط كيكة جوز الهند كمان إذا حابة تعمليها. الوصفتين كانوا لذيذين، والسمنة غير السمنة اللي أنت بتعمليها بالعادة، وكانت سهلة كتير. عملناها بس من تفاحة، حطينا تفاحة على السمنة. وأنا خلصت. بنلتقى إن شاء الله بفيديو جديد. باي باي.